في صوت جوه دماغك بيقولك انت غبي، انت فاشل، انت عمرك ما هتبقى حاجة. واوقات يقولك انت كويس، انت جميل، انت ناجح، انت ذكي. طيب الصوت ده معايا ولا ضدي؟ ده اللي انا جاي اكلمك فيه النهارده في الفيديو. الصوت ده هو صوت داخلي، او كما يقال عنه النقد الذاتي. وفي منه نوعين: النقد الذاتي المؤذي والنقد الذاتي الداعم. النقد الذاتي المؤذي ده عبارة عن انك بتقعد تتكلم مع نفسك وتبقى قاسي عليها، دايما بتلومها وتهاجمها. انا غبي، انا عمري ما هنجح، انا عمري ما هبقى شاطر، انا مش جميل، انا سيء. ده عكس النقد الذاتي الداعم، اللي هو بتقول انا مش غبي، انا كويس، انا بس مش فاشل، انا بس بتعلم وهبقى احسن بكتير قدام. علماء النفس قالك ان احنا محتاجين جدا نطور من نقطة الدعم الذاتي الداعم لنفسنا، لان ده بيساعدنا جدا على تطوير من صحتنا النفسية. ودلوقتي انا هعرفك ازاي تتحكم في النقد الذاتي او الصوت الداخلي اللي جواك وتحوله من نقد ذاتي مؤذي الى نقد ذاتي داعم. اول حاجة لازم تبدأ تراقب نفسك وكلماتك. هل انت بتلوم نفسك كتير ولا بتدعمها؟ يعني تخيلها ان هي نفسك دي حد صاحبك بتحبه. شوف الكلمات اللي انت بتقولها له، هل الكلمات دي كلمات لوم واذى ولا كلمات دعم؟ حاول دايما تستبدل الكلمات، بدل ما تقول انا غبي، انا فاشل، استبدلها بكلمات ايجابية زي انا مش فاشل، انا بس بتعلم وهتطور وهبقى احسن. الدراسات اثبتت ان الاشخاص اللي دايما عندهم ايجابيات وبيقولوا لنفسهم كلام ايجابي وبيقدموا لنفسهم دعم ذاتي داعم او النقد الذاتي الداعم، دول بيكونوا اكثر صحة نفسية وبيكونوا اكثر قابلية لمواجهة الصدمات. فانا سؤالي ليك انت، هل انت كنت دايما بتبقى قاسي على نفسك والصوت الداخلي جواك هو نقد ذاتي مؤذي، ولا انت من النوع اللي كنت بتحافظ جدا على صحتك النفسية وكنت دايما بتقول لنفسك كلام ايجابي ودايما كنت تبع النقد الذاتي الداعم؟ يا ريت تسيب لي في الكومنتس او تبعت لي على رسائل الصفحه لو انت حابب تعرف اي معلومات جديده عن الصحه النفسيه. ولو حابب تطور من صحتك النفسيه او تطور شخصيتك يبقى لازم تكون واحد مننا وتعمل لنا فولو، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده. وافتكر ان دايما في مساحه نفسيه بنقول لك استمتع بوقتك يا صديقي.